لسه نازل اكتر فيلم انا كنت متحمس ان انا اشوفه السنه دي، وبالنسبه لي انا معتمد على الفيلم ده ان هو يكون احسن فيلم هينزل السنه دي، وده لاسباب كتير الصراحه. لان اولا انا بحب المخرج والكاتب بول توماس اندرسون. الراجل ده لفتره طويله جدا كان مخرجي المفضل. بحس ان هو في وسط ناس كتيره جدا مشهوره بتكتب وبتخرج افلامها زي كريستوفر نولان مثلا او حتى تارانتينو، اللي بالمناسبه ان تارانتينو صهيوني بشكل كبير جدا، فعشان كده انا متعمد ان انا ما اتكلمش عنه خالص. المهم بنرجع ان هنلاقي ان بول توماس اندرسون راجل عبقري جدا، في نفس الوقت محدش بيتكلم عنه كفايه. حاسس ان الراجل ما بياخدش التقدير الكافي لافلامه، الناس ما بتحبوش بالشكل الكافي اللي بيحبوا مخرجين وكتاب تانية، مع ان هو حرفيا عبقري. وفي القناه هنا انا اتكلمت عن افلامه كذا مره، مثلا عملت فيديو كامل بيتكلم عن فيلم زير ويل بي بلاد، وحرفيا انا طبلت كتير جدا. انا معترف ان انا طبلت بشكل كبير جدا لان الفيلم ده انا بحبه جدا جدا. في نفس الوقت طبلت لبول توماس اندرسون. وعملت فيديو تاني بيتكلم عن فيلم بانش درانك لاف، اللي هو بالمناسبه فيلم مختلف جدا بس برضه حلو جدا، واللي بيوصلنا لفيلم تاني من اخراج وكتابه بول توماس اندرسون، هو فيلم ماجنوليا. فيلم 3 ساعات بشخصيات كتيره جدا، وفي نفس الوقت ممتع وتحسه عميق، بس في نفس الوقت انت مستمتع جدا باللي انت شايفه. افلام تانية زي ذا ماستر وافلام كتيره الراجل ده عملها وانا حبيتها. والسنه دي نزل اعلان لفيلمه الجديد، وهو فيلم وان باتل افتر انوذر من بطوله ليوناردو دي كابريو، احسن ممثل في جيله واحسن ممثل اخر سنين كتيره. انا ما اعتقدش ان انا شفت اداء تمثيلي ليوناردو دي كابريو قبل كده كان وحش. حتى هو كممثل بحس ان هو بيختار افلامه بدقه جدا. في نفس الوقت بيمثل في الفيلم هنا شون بين، راجل مش محتاج اتكلم عنه، معاه جايزتين اوسكار هو، بس هنتكلم عنه كده كده يعني. فانا اتحمست بشكل غير طبيعي للفيلم دوت، وكنت مستنيه بفارغ الصبر. فيلم ساعتين 41 دقيقه، وادخل اتفرج على الفيلم والاقي ان ساعتين 41 دقيقه من المتعه بدون اي ملل خالص. انا استمتعت جدا بالفيلم دوت. فيلم غريب عجيب، قصته نفسها فيها حاجات عبثيه وحاجات غريبه، وبينط فجاه كده في الاحداث بطريقه حلوه مش هتتضايق منها. وبيتكلم من غير حرق عن مجموعه من الثوار اللي بيكونوا فرقه كده بيقوموا بعمليات ثوريه في امريكا. واحد بقى من الثوار دول هو خبير المفرقعات اللي اسمه بوب، اللي هو ليوناردو دي كابريو. في نفس الوقت العدو بتاع فرقه الثوار دول هو ضابط جيش اسمه لوك جو. فيلمنا بقى قصته بتدور كلها عن بوب دوت ان هو هيتجوز واحده ثوريه معاه، بيخلف منها بنت. الام احنا مش هنتكلم عنها خالص عشان ما نحرقش اي احداث، ولكن بعد 16 سنه من الاحداث دي كلها بوب اللي هو ليوناردو دي كابريو بيعيش مع بنته، واللي بيرجع دلوقتي الضابط اللي كان بيطاردهم من 16 سنه بيرجع يدور عليهم تاني. زي ما قلت القصه غريبه جدا، ولكن انت هتستمتع جدا جدا. انا عن نفسي زي ما قلت انا بحب افلام بول توماس اندرسون لاسباب كتير، لان انا بحس ان مفيش فيلم زي التاني حرفيا. ممكن اللي بيقربهم من بعض الافلام دي كلها ان الشخصيات بتاعته اللي بيكتبها كلها بيبقى فيها حاجه مميزه، شخصيات بتتطور في الفيلم وتحسها ان هي مش مريحه غريبه، بس في نفس الوقت انت ما تكرهش الغرابه بتاعتها. وعمرك ما هتعرف ايه اللي هيحصل في افلامه، دايما في حاجات عبثيه كده بتحصل وغير متوقعه، مش هتعرف حتى هو ازاي هينهي الفيلم بتاعه. دي من الحاجات الجميله جدا في افلام بول توماس اندرسون. او ساعات حتى انت بتبقاش عارف هو عايز ايه من المشاهد دي كلها، او هو عايز ايه عامه. واللي بيرجعنا لفيلم وان باتل افتر انوذر، فيلم ممتع جدا جدا يعني. ممكن بجد نقول ان هو احسن فيلم في السنه حتى الان، ومش عايزين ان احنا نتسرع عشان في لسه في افلام تانية هتنزل، وهتكتشف لما تتفرج على الفيلم ان هو ما بيقفش، هو عباره عن معركه ورا معركه. واللي هنا بنرجع لاسم الفيلم وان باتل افتر انوذر، معركه ورا معركه. من كتر السرعه في الاحداث في الفيلم دوت، لما جت اللي هو الاستراحه بتاعت السينما اللي بتبقى في نص الفيلم، انا ما كنتش عايز ان هي تيجي، انا ما كنتش عايز ان انا ابطل فرجه على الفيلم. حسيت ان هو قطعني عن احداث مهمه من كتر ما الاحداث نفسها متسارعه جدا، والمعركه ورا المعركه دي ما بتقفش خالص. مع ان زي ما قلت الفيلم نفسه طويل جدا، داخل تقريبا في 3 ساعات. بتلاقي مونتاج سريع للاحداث، حتى التقدم في الوقت اللي هيحصل فجاه دوت سريع جدا وفي نفس الوقت حلو. ومع ذلك لو انت بتتابع افلام بول توماس اندرسون برضو هتعرف ان افلامه مش احسن افلام تجيب ايرادات، لان ممكن تقول ان افلامه مش معموله لكل الناس، ولكن الفيلم هنا مختلف. انت لما تشوفه هتعرف ان هو معمول عشان ناس كتير تشوفه وهيجيب ايرادات كويسه. هو باين ان هو هيجيب ايرادات كويسه. في ضرب النار هنا جامد فشخ. عايز اقول ان في افلام بيبقى فيها ضرب نار حلو، بحس ان دي حاجه محتاجه تحط انك تمدح في الفيلم ان هو في ضرب نار كويس، في ضرب نار اللي هو تحس ان هو انت عارف ان هو فيلم، بس في ضرب نار تحس ان هو حقيقي جدا. هو في الفيلم هنا حتى المطاردات مميزه جدا جدا. في مطارده في اخر الفيلم هنا بيطلع طريق كده طالع وبعد كده ينزل 3 عربيات بيجروا ورا بعض، طالعين نازلين طالعين نازلين كانهم موجه في بحر. حرفيا المشهد ده بيحبس الانفاس، وفي نفس الوقت تحس انك انت قاعد معاهم بطريقه غريبه. التمثيل هنا حلو جدا. ليوناردو دي كابريو كان مضحك بشكل غير طبيعي في الفيلم هنا. في مشهد بيتكلم بس في التليفون، بس بيتكلم في التليفون وانت هتموت من الضحك. هو بيمثل شخصيه اسمها بوب، وعارفين اي شخص اسمه بوب في اي فيلم بيكون بيمثل شخصيه الراجل العادي جدا كمان. واللي موجود هنا في الفيلم هنا هو شخصيه مرعوبه طول الوقت، ملوش لازمه تقدر تقول في الاحداث على فكره. يعني هو مش اكتر شخص ليه لازمه في الاحداث اساسا، وهو كبر في السن ونسى حاجات كتير وبقى غير تماما اللي كان عليه من 16 سنه. بقى عادي جدا. هو عامل الدور بشكل جامد جدا. حتى زي ما انا قلت هو مش مؤثر قوي في الاحداث، الناس كلها بتساعده. واللي هنا بقى بنوصل للمفاجاه اللي غير متوقعه اطلاقا. احسن واحد مثل اللي حرفيا خطف كل حاجه، شخصيته مميزه بشكل
بشكل غريب. هو شون بين، انا براهنك ان الدور بتاعه اللي عمله هنا وشخصيه السايكوباتي المريض نفسي ده هتفضل عايشه معانا سنين كتيره جدا قدام، والناس هتتكلم عنه كتير جدا قدام. برضك افضل ممثل في الفيلم هنا بلا منازع. اداؤه التمثيلي يا جدعان رهيب جدا، مرعب وغير مريح وفي نفس الوقت مجنون، وانت مش عارف ايه الشخصيه ديت. التمثيل طبعا ما فيهوش غلطه زي ما انا قلت، ولكن شخص فيه كل حاجه غلط. تحسه روبوت كده من طريقه مشيته الغريبه جدا، بس في نفس الوقت هو انسان وحش بيعبد رغباته وشهواته، وعنصري جدا وفي نفس الوقت بيعمل حاجات كده. هو غريب، الحركات اللي بيعملها مضحكه جدا ومستفزه جدا في نفس الوقت. كان افضل شخصيه في الفيلم بلا منازع، وكان مفاجاه كبيره جدا في الفيلم هنا. زي ما انا قلت انا متاكد ان الشخصيه دي هتفضل معانا فتره طويله جدا الناس تتكلم عنها. السنسي الاسباني ده اللي عمله الممثل بينيسيو دول تورو، وكان برضو شخصيه ممتعه واتعملت حلو جدا برضو. وحتى البت بنته ديت كانت تمثيلها حلو. وانا بحس ان هو اي شخصيه بتمثل في فيلم لبول توماس اندرسون بحس ان هو بيطلع كل الامكانيات اللي عندها. لانك حتى لو شفت مثلا فيلم ماجنوليا هتشوف توم كروز عامل شخصيه جباره في الفيلم هنا. وفي فيلم بانش درانك لاف تخيل ممثل زي ادم ساندلر اغلب افلامه وتمثيله فيها وحش جدا، يخليه ان هو يعمل اداء في الفيلم ده اقل ما يقال عنه ان هو جامد جدا. فبول توماس اندرسون بحس ان هو اي ممثل بيمثل تحتيه بيطلع اداء تمثيلي عبقري. اكيد انا عندي كذا مشكله مع الفيلم. اولا ان انا مش مهتم قوي بالسياسات الامريكيه، وبحس ان انا بعمل سكيب كده للقضايا زي الهجره غير شرعيه والحاجات اللي هي امريكيه قوي او غربيه قوي ديت، مش بتعلق معانا احنا العرب. يعني احنا الناس مش مرتبطين بيها قوي، فكتر وجودها في الفيلم كان بالنسبه لي يعني ما كنتش مهتم قوي. يعني في نفس الوقت في حاجات برضو كان عندي مشاكل معاها، بس دي فيها حرق فعشان كده مش هذكرها قوي. ولكن ممكن اعمل فيديو تاني بحرق لو اتفرجت على الفيلم تاني في السينما، لان انا ناوي ان شاء الله اروح اتفرج عليه تاني في السينما. بس هي حاجات كانت مستفزه بالنسبه لي، وممكن الخصها في حاجات حاسه ان هي اتكروتت في اخر الفيلم او كانت عبيطه شويه. يعني في حاجه الراجل ده مثلا عملها هتلاقي ان هو ظهر فجاه كده في اخر الفيلم، ولما تشوفه اعرف ان انت هتشوف حاجه عبيطه هتحصل، هي هتقفلك لان ملهاش تفسير. فنهايه الفيلم بالنسبه لي حاسس ان هي ما كانتش مرضيه كفايه. يعني في كذا حاجه في النهايه تقدر تقول ان الشخصيات ديت انا مش فاهم هو ليه بول توماس اندرسون عمل كده في الاخر. هو النهايه مش وحشه عشان تكون فاهم، بس انا حاسس ان هي اتكروتت، وفي كذا حاجه حصلت انا ما كنتش راضي عنها الصراحه. الموسيقى في الفيلم هنا كانت حلوه جدا جدا. طبعا قلت التمثيل طبعا رائع بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. فيلم كوميدي درجه اولى، وانا ما كنتش متوقع حاجه زي كده خالص. فيلم كله مواقف كوميديه، في نفس الوقت مليان سياسات ما بين اتنين عكس بعض تماما، مليان فوضى بشكل رهيب جدا، مليان احداث غير متوقعه، احداث مثيره للاهتمام، كله احداث في احداث فعلا. عشان كده بقول ده اكتر فيلم محتاج الناس كتير تشوفه اساسا، عشان هو فيلم لكل الناس، فيلم ممتع درجه اولى. واكيد طبعا ده مش احسن فيلم لبول توماس اندرسون. الراجل عمل فيلم زير ويل بي بلاد، انت متخيل يعني ايه احسن اداء تمثيلي؟ ولكن يظل الفيلم ده فيلم ممتع وفيلم حلو جدا جدا، وندي للفيلم مستريح 9 من 10 لحد ما اشوفه مره تانية. فاعتقد في الاخر ان صعب ان في فيلم السنه دي يهزم الفيلم دوت. لسه مش عايزين نستعجل، لسه فاضل كذا شهر والافلام فيه لسه هتنزل، بس انا ما اعتقدش ان في حاجه تبقى حلوه كده السنه دي تاني. واخر حاجه عايز اقولها ان ما تدخلش الفيلم وانت توقعاتك عاليه قوي قوي، عشان مهما كان الفيلم ده حلو هيبقى وحش لو انت توقعاتك مبالغ فيها. فادخل عادي واستمتع بتجربه جديده وبس كده. سلام.